السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واللي دخلوا جدد عندي نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. والوصفه تاع اليوم كما تشوفوا تريدات الطاجين بالارنب، الارنب تاع الجبل. شوفوا كيف احمر وبنين يشهي. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. ونبداو الفيديو على بركه الله. لهنا بديت بالدقيق، حطيته في العجانه، درت حسب المقدار اللي نسحقه. ضفت له معاه شويه ملح، دفيت الماء وبليتها. كي نحطها في العجانه نبلها شويه جاريه باه العجانه تعجنها لي مليح. شوفوا نبلها شويه جاريه هكا مليحه ونحطها حتى تعجن. شوفوا بديت نحطها حتى تعجن. خليها تعجن مليح مليح ونبدا نسقي فيها عفوا غير بشويه حتى تحصل العجينه تكون طريه. لهنا رحت بديت ننصب البرمه. حطيت لهنا حبه بصله كبيره مع 3 سنات ثوم، حبه كبيره طماطم، فلفل الكحل، ملح، وراس الحانوت مع الارنب كيما تشوفوا. هي تاني مغسوله مليح. شوفوا الله يبارك فيها الدمع الكيف صحيه. حطيت ضفت كلش مع بعضه، البصله الطماطم الثوم، قلت لكم الملح فلفل الكحل وراس الحانوت مع شويه زيت. نخلطها مليح ونحطها تقلى. لهنا بعد ما تعجنت لي العجينه نخدم كيما تشوفوا بها بالزيت. نحط زيت في يدي ونبدا نقرص فيها خبيزات صغيرين. شوفوا عفوا كويرات صغار كيما تشوفوا. طول نخدم بالزيت باه تسهل عليا الخدمه كما نقولوا حنا حتى نكمل كامل الكميه. بعد ما كملتهم نزيد نضيف لهم شويه زيت على الوجه كيما تشوفوا ونغطيها ونخليها ترتاح. العجينه لازم ترتاح. عفوا لهنا شوفوا كيف تقلات. طلقت العصاره تاع البصله والارنب وداك جات ما شاء الله. نبدا نمرق فيها حسب الكميه تاع الماء اللي نحتاجها. ونخليها تغلي وندير عليها النار ونخليها تطفي عقلها. لهنا ضفت لها تانية مغرفه كبيره هريسه، 2 مغارف ونص طماطم. انا هذه هي الطريقه تاعي تاع الطماطم. طول نحط 2 مغارف ونص في ماكلتي. بالنسبه للعجائن لهنا بعد ما ركحت لي العجينه بديت نطيب فيها كما تشوفوا. الوصفه راهي في قناتي بالتفصيل. شوفوا نقرص مليح. نبدا غير بالحواشي باه ما ديرليش الحواشي بزاف ونبدا نكسل فيها كما تشوفوا. نهزها ونحطها دور في الطاجين. شوفوا نحاول نحطها قد ونطيبها على الحواشي. شوفوا لازم قلت لكم كي نقرصها نطرحها ولا لازم طول على الحواشي باه من بعد كي الطيب لي ما نتحصلش على الحاشيه بزاف. شوفوا بعد ما خلصت شوفوا كيف جات ما شاء الله. نشخشخها كما نقولوا حنا ونحطها تفور. الا انا المرقه تاعي بعد ما خلصتها صفيتها. شوفوا صفيتها نحيت البصله ديك نعصرها مليح كما تشوفوها. والمرقه تاعي راهي جاهزه. نحط لها تاني الحمص. لهنا راني بديت نتفور فيها نديرها فوره برك.
شوفوا جات مورقه، جات ما شاء الله. نضيف لها قلت لكم الحمص راهو طايب من قبل. هنا الشخشوخه راهي ولات تريده، راهي فارت خلاص. كي تفور لازم نحلها مليح مليح، ما نخليهاش لاصقه في بعضها، ونبدا نقدمها في صحن تقديم. انا نشتي طول كي ندير العجائن، نشتي نحطهم في اطباق تقليديه هادو الطاجين. شوفوا جات ما شاء الله. نبدا حطيت، نزيد نحط معاها الارنب طاب زبده. شوفوا هادو الفخاد وهذاك مسلان مع شويه حمص، ودوك ضفت لها حبه بطاطا. شوفوا شهيتكم حباباتي في الجنه ان شاء الله. اللي عجبو الفيديو يدير لي جيم، ما تنساوش ديروا لي جيم، ونشكركم بزاف بزاف على المتابعه. شوفوا كي لهنا كي سقيتها بالمرقه جات ما شاء الله، مع الفلفل الحار مقلي الله الله. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، ومع السلامه.